مرحبا، معكم نور. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وحطوا لايك للفيديو لينتشر لأكبر عدد ممكن. ويلا نبدأ. من وجهة نظري الشخصية، لما تيجي تبص على قوائم المنتخبات هتلاقي المنتخبات العربية الأوروبية خلاص بقت بحجم واحد، ولكن لما أنا جيت وبصيت على قائمة المنتخبات لقيت قائمتين من العيار التقيل جدا 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 جدا، واستوقفني اختيار عجيب غريب، حدث حاجة غريبة، ولكن أنا رح أحكي لأني ما بخاف من حدا. طبعا قائمة المنتخب المغربي من وجهة نظري الشخصية هي أقوى قائمة منتخب لعدة أسباب، وأنا رح أحكي لكم عن الناس يلي بالقائمة، ورح أحكي لكم عن الناس المستبعدة. وفي اسم لاعب أنا بعمري بحياتي ما توقعت إنه هذا اللاعب رح يتم استبعاده، ورح أقلكن أرقام له تاريخية، بس اسمعوني للآخر. قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لليورو هي القائمة الأقوى. يعني هلأ حنحكي إنه المغرب وإنجلترا، طبعا من وجهة نظري الشخصية حنقول إنه المغرب وإنجلترا من وجهة نظري هي أقوى قائمتين موجودين في هذا العالم كله. قبل ما ندخل على قائمة المنتخب المغربي ونحكي عن اللاعبين، رح احكي لكم عن لاعب اسمه أمين حارس. في ناس بتقلي اسمه أمين حارسي، انه انا بحكي الاسم غلط، ما بعرف، بس اسمه انا بعرف أمين حارس. هذا اللاعب يلعب في نادي مارسيليا الفرنسي. هذا اللاعب بطل شجاع قوي قوي قوي. هذا اللاعب قوي جدا جدا وبطل. أرقامه في الدوري الأوروبي البطولة الأقوى في العالم بعد دوري أبطال أوروبا. أمين مسجل هدفين ومسجل 8 أهداف في 10 لقاءات في الدوري الأوروبي مع مارسيليا. والغريب إنه أوناحي اللي معه بنفس الفريق ما بيلعب بشكل أساسي على جانب أمين حارسي، وكمان أوناحي انتقل لتمثيل المنتخب المغربي. لهون بيكون خلص الفيديو. بتمنى منكم انكم تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، تحطوا لايك للفيديو لينتشر لأكبر عدد ممكن، واشتركوا بالقناة، ويلا باي.